السلام عليكم ورحمة الله. معكم علي حسيني فيديو جديد. بما أن مباريات كأس العالم بدأت فأكيد كل المقاهي تكون ممتلئة جدا، لهذا تواصلت مع شركة إيبرو من أجل أن ترسل لي هذه الماكينة والتي تتوفر على 4 مزايا في ماكينة واحدة. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه بعد قليل. نبدأ. إذا بسم الله، نبدأ الآن في فتح العلبة. إذن هذه هي ماكينة القهوة. هنا الثانك يو كارد. إذن هذه هي محتويات الكرتونة، الماكينة ومرفقات الماكينة. بالنسبة للمرفقات إذن هذه هي مرفقات الماكينة. إذن هذه هي الماكينة وهذه هي مرفقاتها. إذن هذه هي الأداة المخصصة لكبسولات الدولتشي غوستو، وهذه الأداة هي المخصصة للقهوة المطحونة، وأيضا فلتر آخر أظن أنه للبوتس، وهذه هي الأداة الخاصة بالكبسولات النسبريسو. إذن هذه ملعقة القهوة وهنا نضغط بها، وهذه هي المضخة التي سنطرد بها الهواء المتبقي في الماكينة. بالنسبة للماكينة فهي تتوفر على حامل للماء، وأيضا هنا نضغط زر الباور، وهنا نضغط قهوة طويلة، وهنا قهوة من أجل كوب صغير. أما بالنسبة للماكينة فهنا نفتح هذا المكان ونضع أداة الكبسولة، ثم نضغط عليه هكذا، ثم نشغل القهوة. هذه الأداة نستعملها في الأول من أجل طرد الهواء من الماكينة. نقوم بوضعها على هذا الشكل، نضيف القليل من الماء، ثم نستعمل هذه المضغة إلى أن يخرج الماء من هذا المكان، كما ترون حتى يخرج الماء من هذا المكان. نبدأ الآن في تجربة الماكينة. نضع الكبسولة هنا، كبسولة النسبريسو، ثم نضعها في الماكينة. ونبدأ الآن تشغيل الماكينة. ننتظر إلى حين أن تصل إلى هكذا، ثم نضغط على هذا الزر. تشاهدون ها هي القهوة الإشارة، فهي تظهر بشكل جميل جدا. وانتهت. إذا كما ترون ها هي القهوة جميلة جدا. ونبدأ الآن تجربة القهوة المطحونة. أما الآن فنستعمل القهوة المطحونة، وهذا هو مكانها. نضع القهوة هنا ونزيل الأداة الخاصة بالكبسولة النسبريسو. سنضع القهوة ثم نضعها في الماكينة. والآن بعدما ملأنا المكان بالقهوة نضعها الآن تحت التجربة. إذا كما رأيتم فماكينة إيبرو تشتغل بشكل جيد جدا. أنا استعملت كبسولة النسبريسو وأيضا القهوة المطحونة لأنها هي القهوة التي أتوفر عليها حاليا، والإشارة فكانت النتيجة جميلة جدا. فهذه الماكينة اسمها إيبرو H2A، وهي 4 في 1، فهي فيها ال4 أدوات، وهي كبسولة النسبريسو وكبسولة الدولتشي غوستو وكبسولة ومكان للقهوة المطحونة، وأيضا مكان للقهوة بوتس. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم ولا أكون أطلت عليكم. فكانت هذه هو ملخص التجربة. رابط شراء هذه الأداة في أسفل الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ومتابعتي على صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.